مرحبا بكم، أنتم على قناة فرانس 24 في حلقة جديدة من برنامج وجها لوجه. البابا بنديكتوس السادس عشر يتباحث مع الساقفة الأيرلنديين حول موضوع حساس جدا استدعاهم إلى الفاتيكان لمناقشة فضيحة الاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال. هزت هذه الفضيحة الكنيسة الكاثوليكية. صدر تقرير حول هذا الموضوع في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وانتقد تعامل الكنيسة الأيرلندية مع الأساقفة المشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية بحق أطفال. جرى ذلك في الفترة الممتدة بين 1975 و 2004. ماذا يجري في الفاتيكان؟ هل هو اعتراف بالذنب من طرف الكنيسة الأيرلندية؟ للحديث عن هذا الموضوع أستضيف الأخت ماري كيروز، رئيسة جمعية الطفولة من أجل السلام. أهلا وسهلا بك سيدتي. وضيفتنا الثانية هي الباحثة رندا قسيس. أهلا وسهلا. ماذا يجري الآن في الفاتيكان؟ هل هي مراجعة حسابات؟ هل هي مراجعة سلوك معين؟ وما الذي يمكن للفاتيكان أن يقوله بهذا الشأن؟ اليوم طبعا أول شيء بشكركم لأنكم دعيتوني على المحطة العالمية، لأني بعتبر نفسي معنية بالأمر، معنية بكل أذى يلحق بطفل في العالم. وبتصور اليوم موقف الكنيسة هو كمان واضح. هي اليوم بموقف قداسة البابا لأنه تعتبر نفسها معنية بكل أذى يلحق بطفل بالعالم. هلا اليوم بحب نوه بأنواع الأذى يلي تلحق بالطفل. اليوم الطفل أكيد هو المعني الأول بهالأذى يلي عم يلحقوا فيه، واليوم ما لازم ننسى أنه هيدا الطفل إذا كانت الكنيسة اليوم عم تجاوب، عم تحس بنفسها يمكن، أو لأنه اليوم قداسة البابا اعتذر، قداسة البابا دعا الكرادلي، قداسة البابا أخذ موقف جدي وواضح بهالأمر. إما لحتى طبعا لأنه اليوم نعتبر نحن الكاهن أو أي إنسان ممكن، للأسف ما بيحكوا عن الإنسان وقت يوجه أذى للطفولة، واليوم الإنسان هو عم يوجه أذى للطفولة كل يوم. مش عم بحكي هذا لحتى برر أعمال الكهنة أو أعمال أي إنسان يلحق أذى بالطفل. فإذا اليوم هل الكنيسة دعت لهالموضوع، لأنه الذي يلحق أذى بالطفل إما هو شرير وعليها أن تعاقبه، وإما هو مريض وعليها أن تعالج. لماذا السكوت كل هذه المدة رندا قسيس؟ طبعا نلاحظ أن الكنيسة اليوم مضطرة أن تعترف بهذه الأفعال ومضطرة أيضا للاعتذار. السؤال هو هل الكنيسة تعتذر لأنها تعتقد فعلا أو لأنها تريد أن تظهر هذا الشيء إلى السطح؟ بالطبع لا. منذ قرون عديدة والكهنة يمارسون العنف الجنسي تجاه الأطفال. طبعا لم نسمع بهذا الشيء إلا من 15 عاما، وذلك لأن الإعلام، لا ننسى أنه الإعلام بدأ يغطي هذه الحوادث. لكن أين هم هذه الحوادث من قبل؟ هل الكنيسة كانت دائما تسعى الكنيسة إلى خنق هذه الأفعال بدلا من أن تعترف بها، بدلا من أن تحاول أن تعرف السبب الحقيقي؟ لأنه أيضا في سؤال مهم: لماذا هذه الظاهرة المتواجدة في وخصوصا عند الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية، هل هي ظاهرة لا نستطيع فيها اللوم فقط على الكهنة، أم إذا درسناها بشكل أعمق نلاحظ أن المشكلة هي في الكنيسة نفسها وفي قوانينها الرابعة؟ أكيد مش صحيح، لأنه اليوم بحب ننبه بشغلة مهمة، إنه الكاهن إذا كان عنده تطرف جنسي نحو طفل أو نحو أي إنسان، هو مش لأنه كاهن، يعني هون بدي اقول الايدنتيتي، يعني هوية الكاهن يلي هو ممثل المسيح على الارض اليوم، مش لانه بالكنيسة هو اليوم بيدوفيل او هو عنده التطرف الجنسي مع الاطفال او هالاذى بروح الطفل. يعني معلش بعترض شوي لانه اليوم اذا كنا اليوم
بتمنى نضوي على هالناحية لحق إصلاح من أجل الطفل، وليس من أجل أضعاف الكنيسة، وليس من أجل خنق الكنيسة أو من أجل إيذاء الكنيسة. لأنه اليوم مش كل سبب عم بيخول الناس انه تحكي عن هالموضوع، مش على طول مثل ما بيقولوا بالفرنسي سيت اون ايدي بيور نو. ما في عندنا اليوم افكار على طول صافيه او على طول متوجهه نحو خير الطفل. وهون انا بحب ان وراء هذا النقاش هناك نوايا مبيته. اكيد لانه اليوم كيف النوايا هي اضعاف الكنيسه. اليوم وقت بتكون الكنيسه اكيد عم بتمثل وجه المسيح، عم بتكون خير لخير الإنسان ولخدمة الإنسان، طبعا تنأذى اليوم إذا جيت وحاولت شوه هالصورة. مش معنى هيدا انه اليوم اللي عم ينحكى مش صحيح، مش معنى انه اليوم ما في كهنة اضروا بالطفل واضروا بوجه الكنيسة، انما اليوم ما اضروا بالوجه الكنيسي كون من اصحاب الكنيسة او كون الكنيسة هي هيك مثل ما عم ينحكى. الكنيسة اليوم قوية ام ضعيفة؟ انا بالنسبة لي الكنيسة قوية، لانه كل ما كانت قوية كل ما كانت تهاجم، انما ضعيفة يمكن بإعلامها. وأنا هيدا بقرف اليوم مفروض يتضوى على كل ناحية بتوجه أذى للطفل. اليوم وقت بكون أنا بالإعلام عم فرجي الطفل أفلام بورنوغرافيك الساعة 7 و8 من المساء، أنا اليوم مش عم بعمل نوع من الأذى لروح الطفل؟ أجل عم بعمل أذى، بس للأسف ما بنحكي عنه. إلى أي مدى يمكن لهذه الفضائح الجنسية أن تضعف صورة الكنيسة في العالم والمنطقة؟ الكنيسة ضعيفة. يجب أن نعلم أن الكنيسة قد ضعفت منذ قرون، منذ اتجاه العالم الغربي، وخصوصا دعونا نتكلم عن العالم الغربي، منذ اتجاهه إلى حرية الفكر، منذ ابتعاده عن السلطة الكنسية. فالكنيسة على العكس، الكنيسة هي تضعف. إذا كانت اليوم تقصدون ضعف سياسي؟ طبعا ما هي السلطة، طبعا ما هي ممارسة السلطة السياسية هي التي جعلت هؤلاء الكهنة ورجال الدين أن يستفيدوا من سلطتهم ليمارسوا أبشع الأعمال تجاه الآخرين. أما اليوم لدى الكنيسة ليس لديها إلا السلطة. بأي حق يمكن لنا يعني أن نحمل كل الكنيسة مسؤولية ما فعله بعض الأفراد؟ إذا نظرنا إلى التاريخ نرى أن جميع المآسي لا تأتي إلا من خلال الدين. الأديان جميعها قد اضطهدت الأفراد، الأديان جميعها قد اضطهدت الفكر. هذا شيء ملموس وبالنهاية مسجل في التاريخ. الاتجاه اليوم كلما نحن نتحرر من هذه السلطة القمعية نتحرر، نستطيع أن نتصالح مع غرائزنا البيولوجية. صورة قاتمة وصورة غير حقيقية، يعني تمس بروح الدين. لأن اليوم خاصة الأديان السماوية اليوم ولا أي دين بتاريخ، إذا اليوم بالفعل قرأنا هلا، إذا كنا ما بنعرف الدين إلنا حق نقول بد ميت، بس وقت بيكون عندما نعرف حقيقة الأديان، كل الأديان الدين يجمع لريليجيون رولي، الأديان تجمع الأديان هي توليرانس، هي محبة، هي حب. يعني اليوم أنا اللي بقوله بدل بدي وجه انتقادي للدين الإسلامي أو للدين المسيحي، فلأتعرف في بادئ الأمر على المسيح وعلى النبي. يعني اليوم ولا أي شيء بالقرآن يدعو إلى الاقتتال ويدعو إلى الإرهاب. اليوم اللي عم ينعطى طبعا صورة عن الدين الإسلامي هو دين إرهاب، وهذا غير حقيقي. فالذين يعملون الإرهاب هم من الدين براء، والذين يشهدون للمسيح ويضطهدون الطفولة ويلحقون الأذى بالطفل هم من المسيح براء. حسنا، ما الذي يحدث؟ الذي حدث في الموضوع الإيرلندي هو اعتداء على أطفال منذ السبعينيات القرن الماضي وإلى غاية 2004. ممكن. لماذا كل هذا التكتم على تكتم حول على أفعال كثيرة، وفي تكتم على مواضيع بس اليوم بوجود الإعلام المرئي والمسموع بهالشكل الكبير في المجتمع، يعني أدق التفاصيل بالمجتمع تقدر تعرفها أبري 5 سكوند، يعني تقدر تعرف. اليوم هذا كمان ممكن يكون شكل خطر وقوة الإعلام. إنما في شغلة مهمة وحبنا وفيها، إنه اليوم مش كل شيء
لم يتكلم عنه الإعلام معناته أنه غير موجود في الكنيسة. اليوم الإنسان هو إن كان راهب أو كاهن في الكنيسة وملتزم بالكنيسة هو إنسان معرض لأن يكون مريض ومعرض لأن يكون شرير ومنحرف. إنما ما فيني أقول اليوم إذا ما انحكى بالإعلام أو بفرنسا 24 إنه ما انعمل شيء بالكنيسة، هيدا أنا برفض لأنه مش في أقل من دقيقة رندا قسيس، ماذا يبقى من سلطة الكنيسة على الأقل سلطتها المعنوية أمام هذه الفضائح؟ أعتقد أن هي ليست فقط فضيحة واحدة، يعني اعتدنا على الفضائح رجال الدين في جميع الأديان، واعتدنا على السلطة القمعية عند الأديان التي تمارس يوميا على الفرد ولا المجتمع. فقط أحب أن أنوه هيدا أشخاص وليس دين، هيدا شخص. فقط جاءتنا الأخت ماري كيروز بهذا الإنتاج الفني، نشكرك عليه. شكرا لك على استجابتك لدعوتنا. شكرا للباحثة رندا قسيس أيضا. شكرا لكم على المتابعة. دمتم أوفياء لبرامجنا وإلى اللقاء. يمكن